ثانية واحدة. حاضر والله. أي حد عايز يتغلب ينسق مع اتحاد الكورة. يعني انت مثلا لو ماتشك مثلا العاشر او ال11 هتلاعبني مثلا في الجوله العاشره او في الجوله ال11 وعايز تتغلب دلوقتي، ماشي، نسق مع اتحاد الكوره وكلمني، الموضوع سهل. حد يقول لي يا ابني بلاش الكلمتين اللي انتوا بعدهم بتتغلبوا الماتش اللي بعده، اقول لك لا، كان زمان قبل ما نتعاقد مع فيريرا. واحد يقول لي قبل ما تتعاقدوا مع فيريرا، ما فيريرا يا ابني ماسكك من اول الموسم، اقول لك لا، فيريرا بدايته النهارده. البلجيكي يانيك فيريرا اللي لعب النهارده ماتش، عرفني ان في كوتش واقف على الخط، في حاجه متقاله، في تمركزات متشافه، في تحركات محسوسه، في لمسات متشافه. يا لهوي بقول لك يا جوني ادوارد، سؤال بيني وبينك بالله عليك، واسمح لي اقول لك كده يا جون من غير ما اقول لك الذوق جون ادوارد او اقول لك ايه، مش اسمع علينا يعني. هو انت لقيت الفينا فين؟ لا ما تقنعنيش ان ده من الدوري الاوكراني. اوكراني ايه؟ ده كان بيلعب في فرقه اسمها الكسندريا، ده انت انقذته. الواد مكبوت كبت مش طبيعي. بص، عايز تتمتع كوره، عايز تجلي نافوخك كوره، ادي الكوره لالفينا وسيبه، هيضيعها بس تاكد انه قبل ما يضيعها هو هيمتعك في لمسته للكوره استحواذ. يا جماعه انا ما بشوفش لعيب عنده القدره انه يروح بالجرأه دي وبالقلب ده 1-على-1 زي اخوان الفينا. مفيش كده، عيني عليك بارده يا ابني. ده انت 14 سم، يخرب بيتك، يخرب بيت العسل. ايه ده؟ خوان الفينا بيعدي 1-على-1 وكأنها اسهل حاجه ممكن يعملها. اسهل حاجه ممكن خوان الفينا يعملها انه يعدي منك 1-على-1. مش ممكن، مش طبيعي يا جماعه. خوان الفينا مش طبيعي. طيب ناصر ماهر، انت عارف يا ناصر ايه اللي صعبان عليا؟ انك انت لما بتركز في الكوره بتبقى احسن لعيب في الفرقه. يعني لما بتسيبك يعني هقول لك على، مش احنا كسبانين اهو، اشبع ستوريهات بقى، اشبع ستوريهات. انت عملت ماتش النهارده يا ناصر في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، انت كنت بتنقل الزمالك كله لوحدك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يا ناصر يا ماهر، انت لعبت ماتش النهارده للتاريخ، مش طبيعي. عبد الله السعيد كده انا زهقت من كتر الاشاده فيه. هو ده عبد الله، وهو ده مستوى عبد الله، وانا بحترم عبد الله وبحب عبد الله، ووالله لو كنت مش زملكاوي كنت هحب عبد الله، لان ده مثال للعيب اللي قادر يعرفك يعني ايه احترام لقمه العيش، احترام المهنه بتاعتك. مش ممكن عبد الله السعيد بيضرب مثل في التفاني وفي الاجتهاد، مش طبيعي عبد الله السعيد. طيب كلمني شويه على عدي الدباغ. فرحان انه جاب جون، فرحان، بتمنى ان عدي الدباغ دي تكون بدايه انطلاقه معانا، بتمنى، ولكن انا مش متفائل بيك يا عدي. انا اسف لكل جماهير نادي الزمالك. انا بشوف ان عمرو الناصر اللي نزل ده، اللي حط كرة بدماغه زي الطلقه شالها الجون، ما اعرفش شالها ازاي، واللي تسبب في ركله الجزاء بانه دخل في كوره شبه مش بتاعته جاب منها بيلن. بشوف ان عمرو الناصر لو سمحت يا فريرة يبدا الماتشات اللي جايه. عدي الدباغ يريح سنه، عدي الدباغ بطء مش طبيعي، انا مش فاهمه. وعدي ما كانش كده من سنتين، يعني انا كنت متابعه في الدوريات بره بتاعته وكنت بتفرج على اهدافه، ده مش طبيعي. عدي محتاج اعداد بدني، يبدو ان عدي يحتاج الى اعداد بدني، دي وجهه نظري. طيب اتكلم على مين تاني؟ عمر جابر. شفت لما جبت له بارون اوشينج يخبط وراه؟ شفت عمر النهارده؟ شفت اداء عمر؟ بنتايج ده عارف انت الغيث اللي بيجي في وقت من الاوقات وانت شايف ان مفيش حد احتياطي لفتوح عشان يجي يبقى هو الاساسي على فتوح. بنتايج ولا كلمه، تحس انه متربي في الزمالك. اداؤه الدفاعي، تمركزه، قراراته، لا لعيب كبير، لعيب دولي. النهارده مفيش لعيب في الزمالك تقدر يا اخي. ده دونجا لعب ماتش النهارده بيلعب لوحده على الدايره، كنا بنلعب 4-1 بيلعب لوحده على الدايره لوحده، لان اداء عبد الله وناصر الدفاعي اقل بكثير من ادائهم الهجومي. النهارده دونجا على الدايره كانس كل هجمات المصري. الضغط العكسي اللي كان النهارده بيطبقه لعيبه الزمالك فور فقدانهم للكره. ايه ده؟ في كوتش واقف على الخط. بتمنى تكون دي البدايه ليك يا فريرة معانا. انا بشوف ان دي البدايه الحقيقيه ليك، بتكسب المتصدر وبتتصدر.
واللي يعرف ينزل لي يفرجني، اللي يعرف يدحدحني يحركني بس كده من على الصداره يوريني يا جماعه. واحد يقول لي يا هستيري بلاش انت بترجع، اقول لك معلش اما بقى ارجع نبقى نشوف. انت مش عايزني افرح ليه؟ طب لما انت متاكد اني برجع ما تسيبني يا سيدي افرح، سيبني. الزمالك على الصداره ب 13 نقطه بعد الفوز على افضل فريق في الدوري حتى الان من وجهه نظري، النصر البورسعيدي. مباراه للتاريخ. شكرا لاعب الزمالك. السلام عليكم.